اشياء لازم تجربها من ماركت بيمو، يلا تعالوا. وهذا بسكوت بنكهة جوز الهند وسعره ب3 ليرات و75 قرش. وهذا كيك بالفراولة من شركة أولكر وسعره ب4 ليرات و75 قرش. وهذه شوكولاتة لفيفة من شركة أولكر وسعرها ب8 ليرات و25 قرش. وهذا أول بسكوت بنكهة جوز الهند وبحشوة جوز الهند. خلينا الآن نجرب ونعطيكم رأيا فيه بكل صراحة. يلا نفتح بسم الله. ريحة جوز الهند مرة قوية زي ما تشوفوا، هذا هو شكله. يلا خلينا الآن نجربه بسم الله. والله يا جماعة شيء خرافي، بسكوت بحشوة جوز الهند ومحاط بالشوكولاتة، طعمه لذيذ، لازم تجربوه. والله قيمه بكل أمانة 9 من 10، يستاهل التجربة. وما توقعت طعمه زي كده، سعره رخيص وطعمه جدا لذيذ. وخلينا الآن ننتقل للمنتج الثاني، وهذا هو المنتج الثاني، كيك بحشوة الفانيليا وكمان في فراولة من شركة أولكر. وخلينا الآن نجربه بسم الله. زي ما تشوفوا هذا هو شكله، في فراولة من فوق على شكل جيلي والحشوة بالفانيليا. خلينا الآن نجربه ونعطيكم رأينا فيه بكل صراحة بسم الله. يا جماعة الخير ذكرني بكيك